السلام عليكم. كل الدلائل والقرائن بتشير لشخص واحد بس، وهو بنفسه اعترف على نفسه، لكن سر القضية مستخبي جوه الجلابية. صلى على النبي واسمع معايا الحكاية. الحاج سيد هلال راجل عنده 65 سنة، راجل غني ومقتدر وربنا فاتحها عليه. عنده مصنع مخللات، مصنع ترشي في القاهرة. كل الناس تحبه، كل اللي يعرفه، جيرانه، أهله، العمال في المصنع. ليه؟ لأن كان راجل خير قوي ومعطاء وصاحب ايادي بيضاء على ناس كتيرة قوي. حاليا اللي ماسك شغل المصنع ابنه الوحيد هلال. هلال ده بيروح المصنع بعد الظهر. الحاج سيد بقى بيروح المصنع الصبح، يعني الساعة 7، 7:30 يكون موجود في المصنع، يشرب قهوته ويقعد لحد ما الظهر يأذن، يصلي الظهر ويتوكل على الله يروح البيت تاني. ومعاها غفير في المصنع اسمه عم محمد عنتر، راجل صعيدي معاه من زمان، من أول ما كان المصنع ده لسه بيبنوه إنشاءات. وعم محمد ده كان معاه غفير في المصنع، فراجل بركة. يعني الحاج سيد سايبه كده، راجل بركة معاه، يحبه قوي. والغفير محمد عنتر ده برضه يحب الحاج سيد قوي قوي قوي. المهم المصنع ده فيه مدخلين. مدخل واقف عليه الأمن، اللي هو بيخش منه العربيات بتاعت البضايع اللي بتحمل واللي مدخلة بضاعة واللي طالعة ببضاعة، وكمان العمال اللي داخلين وطالعين بيمضوا حضور وانصراف. اما الباب التاني فده مقفول، لا حد بيخش ولا بيطلع منه. الباب دون في اوضه، الاوضه دي بيقعد فيها الغفير عم محمد عنتر. الاوضه دي في ظهر المصنع. بتطل عليه بقى الاوضه دي على المكتب بتاع الحاج سيد، اللي هو موجود في الدور التاني. ليه سلم طويل كده، بينزل لو نزلت ممكن ايه تنزل تروح لغرفة الحارس دي. بس طبعا حد لا بيخرج ولا بيطلع منها. هو عم محمد قاعد فيها، مهمته ان هو في شوية زرع كده بيرعاهم، ولو الحاج سيد نادى عليه الصبحية عايز منه طلب، عايز منه حاجة، وكمان بيعمل له القهوة بتاعته الصبح. الحاج سيد بيحب يشربها من ايده، متعود على كده من زمان، من 25 سنة متعود انه بيشرب القهوة بتاعته الصبحية من ايد عم محمد. المهم، وفي يوم يأذن الظهر، لكن الحاج سيد اللي موجود في المكتب فوق ما نزلش يصلي الظهر. ازاي؟ مش عادته. فمين اللي قاعد وملاحظ؟ الغفير عم محمد عنتر. بعد الظهر بشويه برضه الراجل ما نزلش. لا كده في حاجه غلط، عمره ما عملها. فطلع يطمن عليه، راح طلع على السلم لحد ما قرب من المكتب. يا حاج سيد، يا حاج سيد، بين ده باب المكتب موارب مفتوح. باب المكتب دايما كان بيبقى مقفول، بس الحاج سيد لما بيجي الصبح بيخش طبعًا من البوابة التانية، وبيدخل المكتب من جوّه، من الباب اللي جوّه في المصنع. بيفتح الباب الخارجي ده اللي بيطل على الحارس محمد، وبيسيبه موارب، لحد ما بييجي بيمشي بيقفله. وبعد كده طبعًا بييجي بعد منه ابنه هلال. هلال ابنه برضه معاه مفتاح للمكتب. المهم، يا حاج سيد، يا حاج سيد، بين ده، ما بيردش، والباب موارب. فخبّط ودخل بيبُص ويسبي المفاجأة. الحاج سيد مرمي في الأرض وغرقان في دمه. الراجل يا خرابي الحقوني، يا لهوي، يا حاج سيد، يا حاج سيد. الدنيا اتلمت والعمال اتلمت، واتصلوا بالشرطة واتصلوا بالإسعاف. المهم جت الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي ورفعوا البصمات وبيعاينوا الجثة. الجثة واخدة 6 طعنات، 4 في الرقبة و2 في البطن. ومن المعاينة المبدئية لقوا إن الخزنة مسروقة، خزنة مفتوحة مسروقة، مفيش فيها فلوس. يبقى دي جريمة بغرض السرقة. لما رفعوا البصمات، البصمات اللي موجودة عبارة عن بصمات الحاج سيد وابنه هلال والحارس محمد عنتر. ابنه وقتها أصلا كان لسه في البيت، ويا دوب كان لسه صاحي من النوم، يعني ما كانش موجود. يبقى ما فيش غير الحارس. والحارس قال لهم: ما أنا دخلت، ما أنا كده كده بخش، ولما بحتاج حاجة بجيبها له، وأنا أصلا اللي بعمل له القهوة بتاعته الصبح. تمام. بيحققوا مع بقية العمال، مع كل عمال المصنع أو أي حد ممكن يخش عليه، مفيش. كله أثبت إن هو يا إما في شغله، يا إما في ورديته، يا إما أصلًا ما دخلش. وأساسًا ما فيش أي بصمات تانية غير بصمات عم محمد عنتر الحارس. اعترف يا عم محمد،
أنت ليه عملت كده؟ طبعًا لقوا إن الخزنة مسروق منها الفلوس كلّها، كانت كام الفلوس ديًّا؟ 45,000 جنيه، عرفوا من إيه؟ عرفوا من الدفاتر إن موجود كذا، وابنه طبعًا قال إن كان موجود في الخزنة كذا، أنا سايب فيها بالليل كذا، بس الخزنة ما كانتش مكسورة ومفتوحة بالمفتاح عادي وبمفتاح الحاج سيد. المهم اعترف يا محمد يا عنتر، أنت اللي بصمتك موجودة، أنت اللي دخلت عليه وأنت. قال لهم: "يا جدعان والله ما أنا، ده الحاج سيد، ده الحاج سيد ده يعني أخويا، ده أكتر من أخويا أقسم بالله أكتر من أخويا، أنا أقتل الحاج سيد؟" والراجل يعني فعلًا منهار، شكله مش هو، بس ما فيش غيره يعني، يجيبوه شمال يمين، ما فيش، لكن كل الأدلة بتشير ليه هو، ما هو ما حدش دخل غيرك وأنت بصماتك اللي موجودة، يا عم اعترف، ما فيش. المهم شمال يمين ما فيش أي دليل على أي حد غير الراجل ده، والراجل ده بينكر. طب نعمل إيه؟ جابوا كلب بوليسي متدرب، لففوه في المكتب عشان طبعًا يشم ريحة الدم بتاع المتوفي، وبعد كده جابوا الناس أكتر ناس شاكين فيهم، سواء عمال، سواء مترددين على المكان، الناس المشكوك فيها ومن ضمنهم طبعًا الحارس. عملوا طابور عرض من 10، الكلب يدور عليهم واحد، واحد، وييجي عند الحارس محمد ويهبش فيه، هو ده، يهوهو عليه. طب وبعدين؟ تعالَ، يعني أنت أهو الكلب جابك، قُل لهم والله ما أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يغيّروا طابور العرض ويجيبوا معاه ناس تانيين ويدخّلوا معاه محمد، الكلب يلف ويدور ويروح عليه، يقوم جاي هابش عليه، يطلّعوه، يقول لهم والله ما أنا، يغيّروا مكانه يروح عليه. قالوا له: "بُص، ما هو مش هتلف وتدور علينا، ما فيش غيرك، الكلب يروح وييجي عليك أنت، تعالَ، أنت اللي عملت الجريمة وأنت اللي قتلت الراجل." والراجل والله ما أنا، والله ما أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم ياخدوه، يضبّطوه ويروّقوه، تمام، وشوية ضغط من هنا، على شوية ضغط من هنا، على كام من هنا، على من هنا، أنتم عارفين فالراجل انهار وقال لهم: "بس خلاص، أبوس إيديكم، أنا هاعترف." قالوا له: "اعترف." قال لهم: "خلاص أنا اللي موّتّه." أمّا تقول كده من الصبح، ما إحنا قُلنا لك وتلِف وتدور والكلب يجيبك، أمّال إيه طيب؟ قال لهم: "خلاص أنا اللي موّتّه." "موّتّه إزاي؟" قال لهم: "موّتّه موّتّه إزاي؟" ضربته بالسكينة. الراجل برضه ماشي، يعني أنت خلاص معترف؟ قال لهم: "خلاص مُعترف، مُعترف، أنا اللي موّتته وأنا اللي خدت الفلوس، أبوس إيديكم." المهم طَب فين السكينة؟ ها، السكينة؟ السكينة مش عارف، رميتها مش عارف رميتها فين. الراجل كلامه مش مساوي، زي ما يكون عايز يخلص من الكابوس اللي هو فيه. المهم بعد ما خدوا منه الاعتراف، تاني يوم هيتعرض على النيابة، قبل ما يروح بيستجوبوه تاني في الشرطة. ها، خلاص قُل لنا بقى كده أنت هديت أهو، قُل لنا بقى كده إيه بالتفصيل أنت عملت إيه؟ الراجل قام جاي مفتوح في العيط، الراجل مقهور، مغلوب. إيه يا عم، في إيه مالك؟ قال لهم: "والله ما قتلته، والله ما قتلته." لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنت لسه قايل لنا امبارح إن أنت قتلته. قال لهم: "والله ما قتلته." ففي ضابط حَس إن في حاجة مش مضبوطة، رغم الاعتراف ورغم إن الكلب جابه كذا وكذا، بس الراجل تحسّه لأ مش هو، الراجل ده مغلوب من جوّاه، مش هو لأ، وكمان اعترافاته مش مساوية، يعني كلامه مش مضبوط، مش متناسق مع بعضه، حتى أداة الجريمة ما هوش عارف ودّاها فين ولا عارف هو قتل إزاي، لأ في حاجة غلط. فخده بالراحة كده وواحدة، واحدة، قال له: "يا عم محمد تعالَ، احكِ لي كده واحدة، واحدة." فالراجل حكى له نفس الكلام اللي قاله، اللي هو الراجل ما ساعة الضهرية فما نزلش، فأنا طلعت ناديت عليه كذا، كذا. فالضابط قال له: "يا عم محمد، بس الكلب رايح جاي بيمسك في الجلابية بتاعتك." فكلمة الجلابية بتاعتك نوّرت في دماغ الراجل، قال له: "الجلابية بتاعتي؟ يعني هو ماسك في الجلابية ده أهي، الجلابية دي أصلًا مش بتاعتي." "مش بتاعتك، أمّال بتاعة مين؟" قال له: "ده بتاعة واحد صاحبي اسمه أحمد أمين، مدّيها لي لسه من 3 أيام بس." "مدّيها لك من 3 أيام؟ يعني مدّيها لك يوم الجريمة؟" قال له: "أيوه مدّيهاني يوم الجريمة." الله! يعني هو كان معاك يوم الجريمة؟ قال له: "أيوه، ده واحد صاحبي عيّل شاب صغير كده من عندنا من البلد، لسه يعني إيه أعرفه من سنة."
جه بالصدفة شغال في مصنع جنبنا، مصنع التعبئة والتغليف اللي جنبنا شغال حارس برضه. فبما إننا بلديات كان بيعدّي عليَّ من فترة للتانية، نشرب كوباية شاي مع بعض، نفطر مع بعض الصبحية، بس. في اليوم دوًّا من 3 أيام عدّى عليَّ والجلابية ديًّا كانت معاه سابها لي، قال لي: "خُدها يا عم محمد الجلابية ديًّا صغيرة عليَّ، خُدها هتبقى حلوة عليك." وأنا خدتها لبستها، بس. قال له: "الله! أُمّال أنت ما قُلتش ليه الكلام ده من الأول؟" أنا قُلت كلام عادي يعني مش هيفيدكم بحاجة. المهم احكِ لي كده بقى بالراحة واحدة، واحدة، أحمد أمين ده عدّى عليك إمتى؟ قال له: "هو في العادي بيعدّي عليّا الصبح بدري، يعني بيعدّي عليّا الساعة مثلًا إيه، 07:30، 08:00 بيجيب فطار معاه، نفطر مع بعض، نشرب كوباية الشاي ويتوكّل على الله يمشي." بس في اليوم ده جالي ما كانش جايب فطار معاه، فجِه وشكله كده هبطان وتعبان، فباقول له: "خير يا أحمد مالك أنت تعبان والّا إيه؟ وبعدين فين الفطار ما جبتش فطار ليه؟" قال لي: "والله يا عم محمد أنا طالع مخلّص شغل النهارده وتعبان خالص ما قدرتش أعدّي على المطعم، فقُلت أريّح شوية وبعد كده إيه، أروح أجيب." فأنا قُلت له: "خلاص اقعد أنت يا أحمد يا ابني طالما تعبان ماشي، هاوصل أنا هاتمشى كده أهوًا لحد المطعم، هاجيب الفطار وآجي." قال لي: "خلاص ماشي يا عم محمد إيه، لا مؤاخذة." وطلعت أنا رُحت جِبت الفطار، تمام، غِبت بتاع ربع ساعة، تِلت ساعة وجيت، جِبت الفطار وجيت. قال له: "حلو." وهو كان قاعد فين؟ قال له: "هو كان قاعد في الأوضة." يعني أوضة الغفر ديًّا كان هو قاعد فيها؟ قال له: "أيوه، ما هو بيخش معايا بنقعد في الأوضة جوّه وبعد كده بيتوكّل على الله يطلع تاني." أوضة الغفر ديًّا اللي فيها باب بيدخّل على المصنع جوّه، يعني لو أنت قاعد في أوضة الغفر دخلت الأوضة اللي باقعد فيها الحارس ممكن تخش على جوّه. تمام، وادّاك الجلابية، وادّاني الجلابية دي بتاعته، وجري راحوا على الحارس اللي هو أحمد أمين، كان شاب عنده من 25 ل30 سنة كده، شاب لسه يعني، راحوا له قبضوا عليه. أول ما راحوا قبضوا عليه قال له: "بس أنا هاعترف." هو عرف على طول يعني اللي فيها على طول، "تعالَ أنت اللي قتلت الحاج سيد صاحب مصنع الترشي؟" قال لهم: "أيوه أنا." على طول ما أنكرش، "فين أداة الجريمة، فين الفلوس؟" قال لهم: هاجيب لكم كل حاجة، هاجيب لكم كل حاجة." وقام جاي واخدهم على السكن بتاعه، شنطة حاطط فيها الفلوس 45,000 جنيه والسكينة اللي موّت بيها الراجل موجودة. وطبعًا 45,000 في التمانينات يعني دي كانت ثروة، كان مبلغ كبير جدًا، يعني لو حسبناها باليومين دول يعني تقريبًا حسبة مليون جنيه مبلغ. المهم تعالَ يا أحمد يا أمين، إيه اللي حصل احكِ لنا؟ قال لهم: "أنا في اليوم دوًّا رايح ومعايا السكينة، وأنا عارف إن الحاج سيد بيبقى في الوقت ده موجود فوق، هو من كتر قعدته مع الحارس فعارف إن الحاج سيد بيبقى موجود لوحده في الوقت ده، بيكون موجود فوق بيشرب قهوته، ومن كتر ما الحارس عم محمد عنتر بيتكلم معاه وكان بيجيب سيرة الحاج سيد بالخير، فكان من ضمن الكلام إن الحاج سيد متعود بييجي الصبح بيفتح الخزنة وبيعد الفلوس بتاعته، فكان في وسط الكلام بيقول له حتى لو أنا دخلت عليه ما بيعملش بقى زي الناس اللي هي إيه بتشيل الفلوس بتداري، لأ مش عارف إيه، لأ عادي خالص لو بيعد فلوسه عادي خالص ويكلمك وبيضحك معاك. فكان الراجل بيقول له الكلمتين دول يعني إيه، من باب المسايرة في الحديث والكلام عن الراجل وإن هو راجل يعني أخلاقه حلوة وكويس وطيب وما بيخافش من العين ولا من الحسد ولا من الكلام من ده. فمين اللي خد الكلام وحطّه في دماغه؟ أحمد أمين، عارف إن الراجل عنده عادة كل يوم الصبح بييجي بيشرب قهوته وبيقعد يفتح خزنته ويقعد يعد الفلوس، فهو عرف إن هو لو دخل عليه هيلاقيه قاعد والخزنة مفتوحة والفلوس جاهزة قدّامه. هوبا! دي هتبقى صيدة سهلة دي. المهم رسم الخطة، جاب سكينته في كيس معاه ومعاه هدوم تانية عشان يبقى يغيّرها، وادّعى إن هو مش قادر يروح يجيب فطار عشان يخلّي عم محمد عنتر يروح يجيب هو الفطار ويغيب ربع ساعة، نُص ساعة، يكون هو إيه، خلّص المهمة، وهذا بالفعل اللي حصل. الراجل على أمّا راح يجيب فطار كان التاني طلع طعنه، موّته وسرق الفلوس، خدها في الكيس وغيّر الجلابية ادّاها للراجل الغلبان وقال له خُد دي ضيّقها عليّا هتبقى حلوة عليك، والراجل خدها فرح بيها قام جاي لابسها على طول، اللي هو قيس يا عم محمد كده قيس كده ده هتبقى كويسة عليك، قام الراجل قام جاي مغيّر وقام جاي لابسها والله ده حلوة يا أحمد والله ده كويسة، شكرًا يا حبيبي، شكرًا يا ابني، ما يعرفش إن هو كان مخبّي له بلوة فيها، حسبي الله ونعم الوكيل.
وهنا تنكشف خيوط جريمة كان هيلبس فيها راجل غلبان بسبب الثقة، إن هو أعطى الثقة لحد ما يستحقهاش. فخدوا بالكم من نفسكم، وخدوا بالكم من دايما الثقة أنت بتديها لمين وبتحطها فين. لو أنت بتديها لحد مش أهل للثقة دي ممكن تتقلب عليك، ومش أي حد أدخله بيتي وأعرفه أسراري، مش أي حد أحكي له. الله أعلم بالنفوس، يمكن النفس اللي أنا باتكلم معاها دي مش كويسة، يمكن كانت كويسة وتتقلب بعد كده. الزمن بيغيّر. أمّال الشيطان موجود على الأرض ليه؟ ما هو نازل عشان يغوينا. فدايمًا احتفظ بسرك، وادّي الثقة للي يستحقها. ربنا يكرمنا ويكرمكم، ويسترها علينا ويسترها عليكم، ويحفظنا ويحفظكم من كل شر. اللهم آمين. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.